بما إن معظم شعوب العالم بتحب الكورة، فتعالَ يا سيدي أقول لك إيه اللي تتعلمه من الكورة يفيدك في حياتك بدل ما أنت بتسمع والماتش بيتنسي والدنيا خلاص بتروح وأكنك ما سمعتش ولا أي حاجة. أول حاجة عايز أقولها لك، هو لاعب الكورة لمّا بييجي يلعب هو بيبقى باصص على إيه؟ يعني عينيه رايحة على إيه؟ هو مش باصص على حاجة إلا الجون بتاع الخصم، بتاع الفريق المنافس. يعني عايز يعمل إيه؟ عايز يجيب جون. عايز يجيب جون دي يعني إيه؟ يعني عنده هدف، هو في دماغه وفي عينيه هدف محدد، هو شايف الجون بس. وكل اللعيبة اللي وراه، لو بنتكلم عن واحد مهاجم مثلًا، كل اللعيبة اللي وراه بيخدموا عليه عشان المهاجم ده يجيب جون، فكل دول عندهم هدف. دي أول حاجة محتاجك تتعلمها من لعبة الكورة، إن لازم يكون عندك هدف، لازم. المسلم ليس بإمعة، ما ينفعش تبقى أنت عايش كده، عايش بلوشي، ما فيش هدف ولا أنت فارق معاك. أنا باعدّي يومي، أنا باقضّي يومي، ما ينفعش تبقى عايش أنا باكل وباشرب وبانام وباقوم أروح الشغل واليوم اللي بعده بييجي وشكرًا على كده. لازم يكون عندك هدف. لو أنا قعدت 3 دقايق قدّام ماتش كورة وأنا ما ليش في الكورة ولا بافهم أي حاجة في الكورة، مش هاعرف كل فريق أنهو لعيبة تبع أنهو فريق، وأنهو لعيبة تبع الفريق التاني، ودول هم اللي بيلاعبوا دول، ودول هم اللي بيلاعبوا دول. فتاني حاجة محتاجك تتعلمها إن لازم يكون عندك هدف محدد. يعني إيه؟ يعني لو قعدت مع حد دردشت معاه كام دقيقة كده، يعرف إن أنت نِفْسك تحقق 1، 2، 3. هدفك يكون محدد، أنا عارف أنا عايز إيه بالضبط. لو قعدت مع حد مش فارقة أنا إيه مشكلتي إن أنا لمّا أقول على هدفي قدّام الناس، إيه مشكلتي إن الناس تعرف هدفي واللي أنا نفسي أحققه واللي أنا متارجته في دماغي بعد كام سنة هاحققه. تالت حاجة، لو لاعب كورة وهو بيلعب اتكعبل وقع، حد خبطه، بيعمل إيه؟ بيقوم عامل نفسه ميت. ليه؟ يمكن يصعب على الحكم والّا حاجة والحكم يدّي له فاول والّا يدّي له أي مخالفة والّا أي حاجة يستفاد بأي حاجة. طب هاقول لك على حاجة، اللاعب ده لو الحكم مش مركّز معاه، إيه اللي بيحصل؟ بيقوم قايم جري، خلاص هو بدل كان عامل نفسه ميت، ما حدش مركّز معاه. لو مركّزين معاه ورجليّا وحصل ومش عارف إيه. طب لو مش مركّزين معاه، هيقوم عامل إيه؟ هيقوم قايم على طول. ليه قام على طول؟ ليه قام على طول؟ لإنه عارف إن في وقت محدد. الوقت ده المسكنة بتاعته والزعل بتاعه. طب لو زعل وفضل نايم على الأرض، ما حدش هيقف له، مش هنوقّف العالم علشان سيادته وقع، لأ. هو ده اللي أنا عايزك تتعلمه. أنت لو وقعت، لو عملت مشروع وخسر، لو سقطت، لو حصل لك أي مشكلة في حياتك، مش الطبيعي إن أنت تفضل تبقى قاعد بتولول على اللي أنت حصل لك وعلى الحاجة اللي حصلت. ده مش الطبيعي. الطبيعي إن أنت تقوم تاني، تحاول تاني. إحنا ما اتولدناش نيجي نحقق حاجة بنحققها من أول مرة، ده ما بيحصلش. أنا برضه جاي أقول لك إن الحياة مش هتقف عليك. قوم واشتغل، كمّل وأقع وقوم تاني، قوم وأقع وقوم وأقع لحد ما توصل للحاجة اللي أنت عايزها. ربك جعل لك رخصة اسمها التوبة، استغل الرخصة دي. غلطت، ارجع اندم وتوب، قُل له يا رب أنا غلطت، ما فيهاش أدنى مشكلة، هيغفر لك. إن ربك يغفر الذنوب جميعًا. لمين؟ للي بيرجع وللي بيتوب وللي بيعترف بذنوبه. إنما ما تكابرش والدنيا وقفت وأنا عملت ذنب وكبيرة من الكبائر، لا أنا مش هاقدر أعمل أي حاجة تانية. لا، 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 لا. أنت كده ما تفهمش علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. لإن أنت أصلًا طبيعتك كشخص اللي موجودة فيك إن أنت بتقوم وتُقع، فما تخلّيش يا باشا الوقعات تأثّر عليك. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تدعم أخوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.